الله يرحمها ستي كانت تقول لي: يا ستي العنيد ما بيموت له ميت. شو علاقة هذا المثل اللي كانت ستي دايما تقول لنا إياه في حديث اليوم اللي هو جزء من سلسلة أحاديث أخوكم أبو مرام؟ خليكم معنا وحلقة جديدة. أهلا بكم إخوتي على قناة أخوكم أبو مرام ضمن برنامج يسمى حديث أبو مرام. طبعا بالمقدمة سمعتوا المثل اللي كانت ستي دايما تردد لنا إياه وتقول: العنيد ما بيموت له ميت. شو كانت تعني ستي؟ فعلا كانت تقول العنيد ما بيموت له ميت. هذا بيعني بأنه يعني صاحب الحق عنيد ولا يمكن أن يسكت عن حقه. فحديث اليوم حول ملاحقة الشبيحة والانتصارات اللي عم بنحققها أو يحققها من يمتلكون صفة العنادة أو صفة الإصرار على إحقاق الحق. كلنا بنعرف إخوتي، بالعام 2022 كان آخر نشاطات المحكمة الإقليمية لمقاطعة هامبورغ اعتقال مجرمين يتبعان لتنظيم مصنف إرهابي بالدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا اللي صنفت هذا الحزب بالعام 2020 كحزب إرهابي، ويدان كل شخص ينتمي لهذا الحزب ألا وهو حزب الله الإرهابي، بعد أن شارك بقتل الأبرياء في الساحة اللبنانية والساحة السورية وكذلك العراقية واليمنية. يعني هذا الحزب لم يصنف تنظيم إرهابي بالمحاكم وبالمحافل وبالدول الغربية. هاي الناس اللي بدها تبيض علينا وطنيات ويعني وتقول بأنه هذا الحزب لأنه حزب مقاومجي. تم تصنيف هذا الحزب بالعام 2020، يعني بعد ما شارك أو ثبت اشتراكه بقتل الأبرياء والمدنيين في سوريا بالدرجة الأولى ومن ثم بلبنان والعراق واليمن. يعني لا تبيضوا علينا وطنيات وتقولوا كون هذا الحزب مقاوم ألمانيا أو الدول الأوروبية صنفته حزب إرهابي. تم تصنيفه من عيد المرة الثانية والثالثة والرابعة، تم تصنيفه كحزب إرهابي بعد ما ثبت بأنه شارك وقتل الآلاف بل عشرات الآلاف من المدنيين على الساحة السورية وغيرها من الساحات العربية. طبعا تم اعتقال هدول الاثنين. هي مقدمة، لكن الخبر بعد هذه المقدمة. تم اعتقالهم من حوالي 5 شهور. كان الانتصار الأول يعني لمن يمتلكون صفة العنادة الحمد لله، حينما طرقوا أبواب المحاكم وأبواب القضاء الأوروبي، وعلى رأسه الألماني الذي لا يمكن أن نصفه إلا بالقضاء الحكيم والعادل. تم صدور الحكم الأول بحق المجرم والشبيح الحزب اللاوي 5 سنوات ونصف، والثاني 3 سنوات. واليوم أيضا بدأت محاكمة مجرم شبيح أكثر من هؤلاء إجرام وأقذر من هؤلاء إجراما وتشبيحا، ألا وهو الشبيح المدعو أحمد دال، والذي ينتمي إلى تنظيم أو إلى منظمة أو إلى مجسم عسكري أيضا مصنف إرهابي بالمحاكم بالمحافل وبالقوانين الأوروبية وعلى رأسها الألمانية، ألا وهو ما تنظيم أو فصيل الدفاع الوطني. اليوم بدأت محاكمة، أو بالأحرى بالأمس بدأت محاكمة المجرم الشبيح أحمد دال لارتكابه وثبوت ارتكابه أو مشاركته بما يسمى أو بما عرف بمجزرة حي التضامن، اللي راح ضحيتها أكثر من 47 ضحية، جلهم أو كلهم مدنيين أبرياء لا ناق لهم ولا جمل. بدأت المحكمة، فتحت المحكمة الإقليمية لمقاطعة هامبورغ، وبدأت يعني جلسات الدفاع وجلسات الاتهام، إثبات يعني دعوى المدعين يعني ضد أو بحق هذا المجرم المدعو أحمد دال شريك المجرم أمجد يوسف. طبعا تم تقديم إثباتات
تدينه بعد ما الشرطة القضائية اقتنعت بالأدلة اللي قدمت من قبل من حركوا الدعوة ضد هذا المجرم الشبيح. فتحت المحكمة أبوابها وبدأت جلسات التحقيق في الشهود، وكان يعني الشاهد الملك في هذه القضية ألا وهي الأخت، لن نذكر اسمها، التي يعني تابعت تفاصيل هذه الجريمة، ألا وهي جريمة حفرة حي التضامن. لمن لا يعلم من هؤلاء الذين يعني يتهمون الدول الغربية أو القضاء الغربي بأنه يحاكم هؤلاء كونهم يمثلون حالة وطنية. 37 ضحية من ضحايا حفر التضامن هم فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك أو جوار مخيم اليرموك، التضامن أو الحجر الأسود. إذن الحمد لله بفضل من يمتلكون صفة العنادة والإصرار على إحقاق الحق بدأت المحاكمة. هناك تفاصيل لن أستطيع الإفصاح بها اليوم طالما سير المحكمة جاري، لكن سندلي بها حينما يصدر القرار والحكم العادل بحق هذا المجرم الشبيح والمدعو أحمد دال ابن شارع نسرين، والذي ينتمي إلى هذا المجسم الإرهابي والمسمى الدفاع الوطني، اللي بنعرف كلنا يعلم، أو أبناء المنطقة أو أبناء الجغرافيا السورية يعلموا بأن هذا المجسم التشبيحي الإجرامي شارك بقتل أبناء الشعب السوري بكل جغرافية سوريا، من ضمنها التجمعات الفلسطينية، وعلى رأسها مخيم اليرموك الذي كان للأسف يلقب بعاصمة الشتات الفلسطيني، والذي اليوم أصبح في عداد الشهداء كأخيه تل الزعتر، مخيم تل الزعتر. ادعوا لنا بالانتصار وبتثبيت أقصى أو أعلى درجات الحكم بحق هذا المجرم الشبيح، كما استطعنا النيل من مجرمين شابهوه في الإجرام كموفق دال أيضا وغيراته من المجرمين الشبيحة اللي نالوا أقصى الأحكام الأوروبية، ألا وهو المؤبد المشدد. نسأل الله أن يسدد خطانا، أن يثبت خطانا، أن نصل جميعا إلى إحقاق الحق ونفتح بوابة العدالة اللي كنا نتمناها تكون سورية، لكن شاءت الأقدار في أن تكون غربية. نحن يعني لم ننزعج من أي حكم قضائي صدر سابقا بحق أي مجرم. كانت هذه الأحكام يعني تقريبا تريحنا. نحن يعني كنا ممتنين وممنونين للمحاكم وأجهزة القضاء الأوروبية، على رأسها الهولندية والنمساوية والسويدية وكذلك على رأس القائمة الألمانية. قريبا بإذن الله سيصدر الحكم العادل بحق هذا المجرم الذي كان يستمتع ويتلذذ بقتل الأبرياء من أبناء المنطقة الجنوبية، مخيم اليرموك، التضامن، الحجر الأسود، واللي سبق قلنا لكم كان جلهم للأسف هم من أبناء مخيم اليرموك. 37 شهيد هم من أبناء مخيم اليرموك. إلى اللقاء إن شاء الله بعد صدور الحكم، ونزف لكم خبر صدور أقصى الأحكام بحق هذا المجرم الشبيح. تحياتي والسلام عليكم، مع تحيات أخوكم أبو مرام.